هجوم المنتخب المغربي في الأولمبيات يثلج الصدر. أسماء وازنة تحمل المهارة والنجاعة، ولاعبون يعشقون القميص ويمسكون ورقة الحسم ويقودون حلم المغاربة في العاصمة الفرنسية باريس. سفيان رحيمي أهم ورقة في الهجوم، غالبا سيلعب دور المهاجم ما دامت مراكز الأجنحة محجوزة بشكل كبير، وبسبب غياب متمم للعمليات سفيان سيكون له دور كبير في كتيبة سكيتيوي. إلياس بن صغير لا يحتاج للتعريف، الحلول تتناسل بحضوره وقدماه تصنع الأهداف وتذل الخصوم وتساعد فريقه في الأوقات الصعبة. وشخصيا أتوقع أن ينتزع النجومية من غالبية الأسماء الحاضرة. إلياس أخوماش أمام فرصة تاريخية لإثبات أحقيته وحجز مقعد رسمي في المنتخب المغربي الأول. تواجده في الرواق الأيمن أو الأيسر أو حتى صانع ألعاب سيمنح المغرب حلول كثيرة وسيمهد لنا الطريق نحو مرمى الخصوم.